السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم من أشهر الألعاب في العالم، وكلنا عندنا فريق بنحبه. ممكن نكون بنتابع الدوري المحلي أو العالمي أو دوري أبطال أوروبا، وبنتحمس في كأس العالم. بس ليه لما بنشجع فريق بنحس إن جزء من حياتنا؟ ليه ممكن نبقى في قمة السعادة لما يكسب، ومرة تانية نكون في حالة اكتئاب لما الفريق يخسر؟ هل بنستفيد حاجة؟ تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصل الفيديوهات. مطولش عليك، يلا بينا. كرة القدم مش بس رياضة، دي صناعة فخمة بتدخل مليارات الدولارات كل سنة، بيحضرها ويتابعها مليارات الناس حول العالم، وبتتحول لطقس اجتماعي عند ناس كتير، لها تأثير على الاقتصاد والسياسة، وبتوحد الناس اللي بتحب الكورة وبتعشقها. فكرة الانتماء لجماعة جزء من طبيعتنا كبشر، بنحب نحس إننا جزء من حاجة أكبر مننا. دراسات بتقول إن التشجيع بيدي إحساس اللي إحنا اللي بنلعب كورة، وبيحسن المزاج وبيقلل التوتر. لما الفريق اللي بنحبه يكسب، المخ بيفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، ولما بيخسر بنحس بضغط نفسي مشابه، كأن إحنا اللي خسرنا حاجة كبيرة. ده بيفسر ليه بعض المشجعين بيتعصبوا وبيشوفوا الكرة كأنها أكتر من مجرد رياضة. التعصب المبالغ فيه ده ممكن يخلي الشخص يحس بالإحباط والغضب لو الفريق المفضل اللي بيحبه خسر. أحيانا بيأثر على العلاقات الاجتماعية بين البشر، وبيؤدي لخناقات ومشاكل كتير. في أوقات الكورة بتكون وسيلة للتقارب بين الشعوب زي كأس العالم اللي بيجمع ثقافات مختلفة، لكن في أوقات تانية بيكون التعصب سبب في الصراعات والمشاكل حتى على مستوى الدول. والكورة انت ممكن تكسب وتكون فرحان، وممكن يؤدي لوفاتك. اضرب لك مثال زي ما حصل في كأس العالم فيفا قطر 2022، وفاة شاب مصري عنده 22 سنة كان بيحب فريق الأرجنتين، ومن ساعة فريق الأرجنتين كسب، هرمون الدوبامين أفرز في جسمه بطريقة رهيبة، جاله سكتة قلبية وتوفى. في النهاية الكرة أكتر من مجرد لعب، هي شغف وارتباط ولينا فيها ذكريات كتير، سواء كانت ذكريات حلوة لفريق كسب بنحبه مثلا في كأس العالم، أو ذكريات وحشة. لكن لازم نستمتع بحياتنا ونستمتع برضه بالكرة، لكن بدون ما نوصل لمرحلة الهوس اللي ممكن تأذينا. فكر كده، لو فريقك المفضل خسر، هل حياتك هتقف، ولا في حاجات أهم تستاهل تركيزك؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. وهل انتم من النوع اللي بيتعصب كتير في الكورة، ولا بتاخدوا الموضوع بهدوء؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنساش السبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصل له الفيديو. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.